السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل مع بعض باقي أسئلة الريرايت. سؤال رقم 11 بيقول It's not necessary، يعني مش ضروري إنك تجيب مية، المدرسة هتقدم لك أو هتدي لك المية. طبعا هو بيقول استخدم don't have to، يبقى you طبعا لازم أبدأ بالفعل، يبقى you don't have to bring مصدر طبعا your own water، وكمل الجملة بتاعتك عادي. سؤال 12 بيقول the book belong to me، يبقى this is my. وعايز my طبعا لازم يجي بعدها الشيء المملوك، يبقى this is my book. this is my book. سؤال 13 بيقول لي I own these two pens، أنا أملك هذين القلمين. اللي استخدم mine، يبقى these two pens are mine، القلمين دول بتوعي. سؤال 14 بيقول لي استخدم belong، والجملة بتقول this is Alice's car، يعني دي عربية علي، يبقى هتقول this car، العربية دي belongs to علي. السؤال اللي بعده 15 بيقول لي the blue bag is Sally's، الشنطة الزرقاء بتاعت سالي. قال لي استخدم has، يبقى تبدأ بسالي، يبقى سالي has the blue bag. سؤال 16 بيقول استخدم belong، والجملة بتقول these bags are hers، الشنط دي بتاعتها، يبقى تقول بدل these bags are hers يبقى these bags belongs to her. سؤال 17 بيقول استخدم his، والجملة بتقول he owns a flat in Alexandria، يبقى هتقول his flat is in Alexandria. سؤال 18 بيقول لي نادر owns this bike، نادر بيملك العجلة دي، يبقى هو عايز نادرز، يبقى هتقول في الجملة دي this bike is نادرز، this bike is نادرز، يعني هذه العجلة ملك لنادر. سؤال 19 بيقول استخدم of في الملكية برضو. fresh coffee has a nice smell، القهوة الفرنسية ريحتها حلوة، ويبقى أنت هتقول في الجملة دي fresh coffee has a nice smell of coffee، يبقى القهوة الفرنسية لها رائحة قهوة جميلة، يبقى fresh coffee has a nice smell of coffee، يعني القهوة دي ليها رائحة جميلة، رائحة قهوة جميلة، القهوة الفرنسية يعني. السؤال اللي بعده بيقول استخدم the teachers، وبيقول the teachers own these cars، قال استخدم the teachers يعني عايز بعدها المملوك، يبقى هتقول the teachers هتقول the teachers cars، the teachers own these cars، يبقى هنقول these cars are the teachers. لا مش هينفع طبعا عشان هنا teachers عايز بعدها المملوك، فنقول these are
the teacher's car. These are the teacher's cars، يعني هذه هي عربيات المعلمين. سؤال 21 عايز my sisters، بس هنا sisters مفرد مش جمع، يبقى هو بيقول الجملة بتقول the phone of my sister is ringing، التليفون بتاع أختي بيرن، وعايز يستخدم my sister، يبقى my sisters phone، تليفون أختي is إيه؟ is ringing، يعني تليفون أختي بيرن. سؤال 22 بيقول سؤال 22 بيقول the elephant is، خلاص رحنا لدرس تاني بقى درس الصفة، وبيقول في الفيل كبير والفار صغير، وعايز bigger، bigger يعني أكبر منه، يبقى تقول the elephant is bigger than the mouse. The elephant is bigger than the mouse، يعني الفار أكبر من الفيل أكبر من الفار. واللي بعدها عايز استخدم than، برضه مقارنة، يقول لك this puzzle is easy that puzzle is difficult، وعايز استخدم than يبقى تقول this puzzle is easier than that puzzle. السؤال اللي بعده سؤال رقم 24 بيقول لي النهارده حر لكن امبارح كان برد، يبقى النهارده أحر من امبارح، يبقى today is warmer than last night. النهارده أحر من ليلة أمس. الجملة اللي بعديها بيقول لي استخدم colder، يعني أبرد، يقول لي الجو حر النهارده وامبارح كان برد، يبقى امبارح كان أبرد من النهارده، يبقى هنبدأ ب yesterday، يبقى yesterday is colder than today. طبعا هي مش تبقى is، هتبقى was عشان ده امبارح، يبقى was امبارح كان أحر من النهارده. سؤال 26 رحنا ليونت جديد ماتش، اللي هو اليونت الكمية، العدد والكمية، ماتش وميني وصم، وبيقول لي he drank little coffee، هو شرب قهوة قليلة النهارده الصبح، هو عايز يستخدم ماتش، وبالتالي انت عارف الماتش وميني بينفع يتنفوا، لكن little وفيو لأ، وبالتالي هنا الجملة هتبقى he didn't، طبعا جملة ماضي فهتبقى he didn't drink، مصدر he didn't drink much coffee، هو ما شربش قهوة كتيرة this morning. الجملة اللي بعديها عايز some، والجملة فيها few، هتشيل few وتحط some، فبدل ما بيقول there are few هتبقى there are some، هي هتشيل few وتحط some، there are some toys، وكمل الجملة عادي. سؤال 28 بيقول لي a lot of معناها كتير، بدل ماتش هي a lot of بتحل محل ماتش وميني بدون أي مشكلة، يعني هتقول they have a lot of food، لأن هي a lot of بيجي بعدها الجمع والاسم اللي بيتعد والاسم اللي ما بيتعدش، الاتنين صح، وهتكمل جملتك عادي for وتكمل الجملة عادي. ميني مكان فيو يبقى لازم تنفي، لا ما دام هتستخدم الجمع مكان الكثير مكان القليل يبقى لازم تنفي الجملة، يعني الجملة هتبقى we، هنا الجملة ماضي يبقى didn't see، مصدر، وبعدين تحط ميني cars وتكمل الجملة عادي. سؤال 30 وده السؤال أظن الأخير. سؤال 30 بيقول لي she has little water in her bottle، يعني عندها مية قليلة، هتستخدم ماتش يبقى تنفي، يبقى she هنا مضارع يبقى doesn't
have مصدر وانت تحط much water وتكمل جملتك عادي. بكده احنا خلصنا سؤال الريرايت. ان شاء الله التقيكم في فيديو جديد نكمل فيه بقية اسئلة المراجعة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.